أهلا أكيد عرفتوا من الشاش إنه بنسوي صرة الشوربة والمرق. يلا مع بعض نبدأ. بالنسبة للبهارات العدلة ولازم تكون عدلة، لأن أنتم جالسين تشوفونها ترجع لذوقك، يعني الأشياء اللي أنت تحبينها، واستبعدي الأشياء اللي أنت ما تفضلينها وما تفضلين نكهتها. منشنوا أي أحد تحسون إنه مهتم فيها، وبنفس الوقت الأسر المنتجة حلال عليكم إنكم تسوونها وتبيعونها، لأنها تبارك الرحمن تهبل وتغير لك طعم الشوربة 180 درجة. بالنسبة لي أنا بحط الشيبة، بحط الخلجان، بحط الزنجبيل الناشف، وعندي هنا هيل ومسمار، دارسين، كزبرة وكمون، فلفل أسود وورق الغار. يلا مع بعض نبدأ. اللي راح أسويه إني بمسك الشاش، يجيك مربعات بهالشكل، نحطه صفتين، يعني طبقتين فوق بعض. راح نحط فيه عود دارسين، كم حبة هيل، مع كم حبة كزبرة وكمون، فلفل أسود، وعندي هنا الشيبة إذا كانت صغيرة نحط قطعتين تكفي هذه، مع خلجان، وعندي هنا الزنجبيل. وراح نقفل ورقة الغار لا تنسونها، ونقفلها. وبعدين ربطتها بخيط أبيض عادي، مكره العادية، وقصينا الزايد عشان ما يقعد يحوس الدنيا. بكمل كل الكمية وبعدين أوريكم إياها.